السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال 6 ابتدائي، يا رب تكونوا خير. فيديو اليوم إن شاء الله هنشرح فيه المهارات المهنية، وهنبدأ بالمحور الثالث الصحة والسلامة للجميع. والموضوع الأول السلامة والإسعافات الأولية للحروق والصدمات الكهربائية. قبل البدء في الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب، وكمان ننتظر تعليقاتكم. أولا، قبل أن نتكلم عن الإسعافات الأولية للحروق والصدمات الكهربائية، لازم نعرف إيه تعريف الحروق وإيه تعريف الصدمة الكهربائية وإيه أنواع الحروق. الحروق هي نوع من الإصابات التي تنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو التيارات الكهربائية. إذن إيه أسباب الحروق؟ الحروق بتنتج من 3 أشياء. عند التعرض للحرارة، يعني لما إيدنا تتعرض للحرارة بالتأكيد هيحدث فيها حرق. كمان المواد الكيميائية، عند التعرض للمواد الكيميائية بأن سقطت بعض المواد الكيميائية على الجلد فهتسبب حروق في الجلد. كذلك التيارات الكهربائية، لو سقطت شرارة كهربية أو تعرضنا لصدمة كهربية ففي هذه الحالة هينتج عنها حروق في الجلد. وعلشان كده تنقسم الحروق إلى 3 أنواع. حروق من الدرجة الأولى، وهي أبسط أنواع الحروق. ليه أبسط أنواع الحروق؟ لأن الطبقة الخارجية من الجلد اللي هي طبقة البشرة هي اللي بتتأثر بالحروق في هذه الحالة. طيب علامتها إيه؟ قد يسبب الحرق احمرارا وألما للمصاب. يبقى إذن حروق من الدرجة الأولى هي الأبسط أنواع الحروق، هي أبسط أنواع الحروق. تؤثر على طبقة البشرة، تسبب احمرارا وألما للمصاب. أما الحروق من الدرجة الثانية وتكون هي الحروق الأكثر إيلاما، وتؤثر على الطبقة الأولى اللي هي طبقة البشرة، والطبقة الثانية وهي طبقة الأدمة، وغالبا يصاحبها ظهور التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى. إذا مين الأخطر؟ حروق الدرجة الأولى ولا حروق الدرجة الثانية؟ طبعا حروق الدرجة الثانية هي الأخطر، أما حروق الدرجة الأولى فهي الأبسط. ليه حروق الدرجة الأولى هي الأبسط؟ لأن الطبقة الأولى تتأثر طبقة البشرة بالحروق فقط، أما الحروق من الدرجة الثانية فإن الطبقة الأولى اللي هي طبقة البشرة وطبقة الأدمة تتأثر بالحروق. وكمان الآثار الناتجة عن حروق من الدرجة الأولى بيكون إحمرار وآلاما للمصاب، أما في الدرجة الثانية بتكون الأضرار الناتجة عن الحرق ظهور التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى. أما الحروق من الدرجة الثالثة ودي الأشد خطورة، هي أخطر أنواع الحروق. ليه أخطر أنواع الحروق؟ لأنه ينتج عن حروق من الدرجة الثالثة تدمير جميع طبقات الجلد، وده يتطلب العلاج بالمستشفى. إذن أخطر أنواع الحروق هي حروق من الدرجة الثالثة، هي الأشد خطورة علشان جميع طبقات الجلد أما يتم تدميرها بسبب الحرق، ويتطلب هذا العلاج بالمستشفيات. إذا أنا عرفت كده إن الحروق هي نوع من الإصابات التي تنتج عن التعرض للحرارة والمواد الكيميائية والتيار الكهربي. إذا الأشياء اللي هتسبب لنا حروق الحرارة والمواد الكيميائية والتيار الكهربي. أنواع الحروق، حروق من الدرجة الأولى دي أبسط أنواع الحروق، والحروق بتؤثر على طبقة البشرة وينتج عن الحروق احمرار وألما للمصاب. أما حروق من الدرجة الثانية دي بتكون الأكثر إيلاما، لأن الحرق بيأثر على طبقة البشرة وطبقة الأدمة، وينتج عن هذه الحروق ظهور التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى. أما حروق من الدرجة الثالثة هي الأشد خطورة. ليه أشد خطورة؟ لأن جميع طبقات الجلد تدمر بسبب هذه الحروق، ويتطلب العلاج بالمستشفيات. إذن إحنا عرفنا أن الحروق دي شيء خطير جدا. طب احنا عاوزين نتجنب هذه الحروق. لتجنب الإصابة بالحروق يجب توخي الحذر من المخاطر المحيطة وتوعية الآخرين بالإسعافات الأولية، لأن احنا ممكن نتعرض للحروق بأي سبب من الأسباب خارج عن إرادتنا. فإذا هيجب علينا في هذه الحالة إذا تعرضنا للحروق أن احنا نقوم بإجراء الإسعافات الأولية في الحالات المختلفة. إذا يجب إجراء الإسعافات الأولية في حالات الحروق. في المدرسة إذا حدث أي إصابة بغرفة العلوم نسرع إلى المعلم وإلى حقيبة الإسعافات الأولية ووضع المراهم. كمان لازما
أرسل طلب المساعدة من الزائرة الصحية اللي هي بتكون موجودة في المدرسة. وإذا كانت الحروق بسيطة وبدون تقرحات فيجب أن نسارع بلف الجزء المصاب برفق بشاش خاص بالحروق. إذا لو حدثت أي حروق في المدرسة مثلا في معمل العلوم يجب أولا إن احنا نسرع إلى المعلم وإلى حقيبة الإسعافات الأولية علشان نضع المراهم على الجرح. كمان نرسل طلب المساعدة من الزائرة الصحية الموجودة بالمدرسة. ولو كانت الحروق بسيطة وبدون تقرحات يجب إن احنا نلف الجزء المصاب بشاش خاص بالحروق. نصائح في حالة الحروق البسيطة: الحروق بسبب أشعة الشمس يجب أخذ حمام بارد للمساعدة في تهدئة الحروق. إذا لو تعرضنا إلى حروق بسبب أشعة الشمس يجب أن احنا نأخذ حمام بارد. ليه؟ للمساعدة في تهدئة الحرق. كمان يجب وضع كريم أو مرهم للحروق على الجزء المصاب. إزالة أي إكسسوارات في محيط منطقة الحرق أو ساعة أو خاتم، يعني المفروض نحن نزيل الساعة أو الخاتم عند التعرض إلى الحرق في هذه المنطقة في اليد أو في الأصبع. غطي منطقة الحرق برفق بشاش، يعني وإحنا بنلف الشاش على المنطقة المصابة بالحروق لازما نلف الشاش برفق. لا تلمس المنطقة المصابة ولا تستخدم المعجون أو الليمون. استدعي الدكتور إذا استدعى الأمر. يبقى إذن دي بعض النصائح في حالة التعرض للحروق البسيطة. كمان في إجراءات الإسعافات الأولية في حالة الصدمة الكهربائية. أولا عند نزع القابس يعني الفيشة، عند نزع قابس التلفزيون يعني فيشة التلفزيون أو الكمبيوتر يجب الحذر لحدوث شرر كهربي. طيب إذا حدث وإن الشرر الكهربي لمس ايدينا وتعرضنا للصدمة الكهربية المفروض نعمل ايه؟ عند الإصابة نفصل التيار الكهربي فورا وإزالة القابس من الكهرباء. التأكد من أن المصاب لا زال يتنفس بشكل طبيعي. وضع كريم الحروق على الجزء المصاب ثم تصطحب المصاب إلى المستشفى لأن الحروق الكهربائية تتسبب في أضرار داخلية. إذن أي مصاب بحروق كهربائية لازم يتم اصطحابه إلى المستشفى. ليه؟ لأن الحروق الكهربائية تتسبب في أضرار داخلية. نصائح في حالات الصدمات الكهربية والحروق: أولا استخدام مادة غير موصلة للكهرباء مثل العصا الخشبية لإيقاف التيار الكهربي. يعني في حالة تعرض شخص أمامك لصدمة كهربية لازما تدفعه بعيدا عن الخطر اللي هو مصدر التيار الكهربي أو السلك اللي هو بيتكهرب فيه من خلال مادة غير موصلة للكهرباء مثل العصا الخشبية. لازم تتصل ب 123 إذا فقد المصاب وعيه أو أصابته الصدمة الكهربية بدوار أو تشوش أو حروق شديدة أو صعوبة في التنفس. إجراء انعاش للمصاب بحيث إن احنا نقوم بوضع اليد على منتصف صدر المصاب والضغط عليها بقوة متوسطة لمساعدته على التنفس إلى حين وصول سيارات الإسعاف. لا تلمس مصدر التيار الكهربي لأن لو لمست مصدر التيار الكهربي هتتعرض أنت كمان لصدمة كهربائية. لا تلمس شخص ما زال على اتصال مباشر بالتيار الكهربي. ليه؟ لأن أنت لو مثلا وجدت شخص متصل بالتيار الكهربي وبيتعرض لصدمة كهربية وانت حاولت تنقذه بايدك انت كمان هتتعرض لصدمة كهربية. فلازم تدفعه بالعصا الخشبية او اي مادة غير موصلة للكهرباء مثل البلاستيك. لا تحرك الشخص المصاب بإصابة ناجمة عن الكهرباء. لازم تتركه في مكانه وتتصل ب 123 لحين وصول الإسعاف. ننتقل إلى حل الأسئلة. ضع علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. الحروق هي أنواع من الإصابات التي تنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو الكهرباء. طبعا الإجابة صحيحة. تنقسم الحروق إلى نوعين فقط وهما حروق من الدرجة الأولى والثانية. طبعا الإجابة خاطئة. خاطئة ليه؟ لأن الحروق 3 أنواع: من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. الحروق من الدرجة الأولى هي أشد خطورة من الحروق من الدرجة الثانية. طبعا الإجابة خاطئة. خاطئة ليه؟ لأن الحروق الأشد خطورة هي حروق الدرجة الثالثة. الحروق من الدرجة الثانية يصاحبها ظهور التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى. طبعا الإجابة صحيحة. لتجنب الإصابة بالحروق
يجب عدم التوعية بالإسعافات الأولية المناسبة. طبعا الإجابة خاطئة. الحروق من الدرجة الثانية هي الأشد خطورة وتتطلب العلاج بالمستشفيات. طبعا الإجابة خاطئة. دي الحروق من الدرجة الثالثة هي الأشد خطورة، أما الحروق من الدرجة الثانية هي الأكثر إيلاما. طبعا والحروق من الدرجة الثالثة تتطلب العلاج في المستشفيات. الحروق بسبب أشعة الشمس الضروري أخذ حمام ساخن لتهدئة الحروق. طبعا الإجابة خاطئة. الضروري إن احنا نأخذ حمام بارد وليس حمام ساخن علشان نهدئ الحروق. عند نزع قابس التلفزيون يجب الحذر لحدوث شرر كهربي. طبعا الإجابة صحيحة. يجب أن تلمس شخصا ما زال على اتصال مباشر بالتيار الكهربي لشده بعيدا عن الكهرباء. طبعا الإجابة خاطئة. هنا لا يجب أن تلمس الشخص، ولكن يجب أن تبعده عن مصدر التيار الكهربي بعصا خشبية. لإيقاف التيار الكهربي أثناء الصدمة نستخدم عصا معدنية. طبعا لو استخدمنا عصا معدنية هيصاب الشخص اللي هو بيحاول إنقاذ المصاب، هو كمان هيصاب، وبالتالي لازم نستخدم عصا خشبية. يجب استخدام معجون الأسنان على الجزء المصاب لتهدئته. طبعا معجون الأسنان أو الليمون خطر على الحروق، وبالتالي العبارة هتكون خاطئة. يجب الاتصال برقم 123 في حالة الحروق البسيطة. طبعا الإجابة خاطئة، دي في حالة الحروق من الدرجة الثالثة. عند الإصابة بحروق الشمس من الضروري الاتصال بالإسعاف. طبعا الإجابة خاطئة، دي عند الإصابة بالحروق من الدرجة الثالثة. يجب إرسال الشخص المصاب بالحروق الكهربية إلى المستشفى. طبعا الإجابة صحيحة، لأن بتحدث أضرار داخلية ناتجة عن الحروق الكهربائية، فيجب أن يعالج الشخص المصاب بالحروق الكهربائية في المستشفيات. قد تتسبب أشعة الشمس في إحداث حروق بالجلد. طبعا الإجابة صحيحة، لأن احنا عرفنا أن الحروق قد تكون سببها الشمس أو المواد الكيميائية أو الكهرباء. يستخدم الشاش لتغطية الحروق البسيطة. طبعا الإجابة صحيحة. نضع كريم الحروق عند التعرض لحروق طفيفة. طبعا الإجابة صحيحة. يجب عمل إنعاش قلبي رئوي إذا وجد المصاب صعوبة في التنفس. طبعا الإجابة صحيحة. تتضرر طبقة الأدمة في الحروق من الدرجة الأولى. طبعا الإجابة خاطئة، لأن الحروق من الدرجة الأولى بتتضرر فيها طبقة البشرة، أما الحروق من الدرجة الثانية فتتضرر فيها طبقة البشرة والأدمة. اختر الإجابة الصحيحة. تنقسم الحروق إلى حروق من الدرجة الأولى، حروق من الدرجة الثانية، حروق من الدرجة الثالثة، جميع ما سبق. طبعا الإجابة جميع ما سبق. الحروق من الدرجة الأولى هي نقط، إذ تتأثر الطبقة الخارجية من الجلد. طبعا هي الأبسط. الحروق من الدرجة الأولى هي الأبسط، أما الحروق من الدرجة الثانية هي الأكثر إيلاما، أما الحروق من الدرجة الثالثة هي الأشد خطورة. نقط هو نوع من الإصابات التي تنتج عن التعرض للحرارة أو المواد الكيميائية أو التيار الكهربي. طبعا ده تعريف الحروق. أثناء الحروق إزالة أي نقط في محيط منطقة الحرق بالجسم أو ساعة أو خاتم. طبعا يجب إزالة أي إكسسوارات في محيط منطقة الحرق. الحروق من الدرجة نقط تكون هي الحروق الأكثر إيلاما، وغالبا يصاحبها ظهور التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى. طبعا زي ما اتفقنا أن الحروق من الدرجة الثانية هي الأكثر إيلاما وتظهر فيها التقرحات وخطر الإصابة بالعدوى، أما الحروق من الدرجة الثالثة فتكون الأشد خطورة، أما الحروق من الدرجة الأولى فهي أبسط أنواع الحروق. عند نزع قابس نقط يجب الحذر لحدوث شرر كهربي. طبعا عند نزع قابس التلفزيون نقط الشخص المصاب بإصابة ناجمة عن الكهرباء. طبعا يا ترى حرك ولا قلب ولا لا تحرك ولا احمل؟ طبعا لا تحرك الشخص المصاب بإصابة ناجمة عن الكهرباء. استخدام مادة غير موصلة للكهرباء مثل نقط لإيقاف التيار الكهربي. طبعا نستخدم العصا الخشبية. الحروق الكهربية تتسبب في أضرار نقط، يا ترى خارجية فقط ولا داخلية ولا سطحية ولا إحمرار فقط؟ طبعا الإحمرار والسطحية ده بيكون في الحروق من الدرجة الأولى، أما الداخلية دي بتكون سببها الحروق الكهربائية.
إجراء إنعاش للقلب رئوي للمصاب، وذلك بوضع نقط على منتصف صدر المصاب والضغط عليه بقوة متوسطة، طبعا بوضع يدك. اتصل برقم نقط إذا فقد المصاب وعيه أو أصابته بدوار أو تشوش أو حروق شديدة أو صعوبة بالتنفس، طبعا لازما نتصل برقم 123. الحروق من الدرجة الأولى تتأثر الطبقة الخارجية من الجلد، وقد يسبب الحرق نقط وآلاما للمصاب، طبعا هيسبب إحمرار. قبل إسعاف المصاب يجب التأكد من أن المصاب لا زال نقط بشكل طبيعي، يجب أن نتأكد أن المصاب لا زال يتنفس بشكل طبيعي. يجب عمل نقط إذا وجد المصاب صعوبة في التنفس، طبعا يجب عمل إنعاش قلبي. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب وانتظر تعليقاتكم. لا تنسونا من صالح دعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.